يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي شباب الصحابة. في البداية أرحب بكم جميعا وأرحب بمن يصحبني في التقديم أخي وزميلي عبد الرحمن. حياك الله أستاذ عبد الرحمن. حياك الله أخي أنس، وأحيي وأرحب بجميع المشاهدين الكرام. حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من المسابقة الرمضانية الكبرى شباب الصحابة. هذا البرنامج الذي يأتيكم من قناة سلام، وأيضا يمكنكم مشاهدة البث عبر قناتنا في اليوتيوب، وأيضا عبر البث المباشر عبر صفحتنا في الفيسبوك. بداية أنس، دعنا نذكر المشاهدين بسياسة برنامجنا وسياسة مسابقتنا. بإذن الله سوف يكون هناك خلال طيلة شهر رمضان المبارك كل يوم نتحدث عن صحابي دون ذكر اسمه، وما عليكم سوى معرفة اسم هذا الصحابي والإجابة إما عن طريق الاتصال أو عن طريق المشاركة أو عن طريق الإجابة في المنشور الذي يعرض أمامكم، أو عفوا يعرض في صفحتنا على الفيسبوك. دعنا نذكر أيضا السادة المشاهدين بالجوائز. نعم أستاذ عبد الرحمن، الجوائز طبعا تنقسم إلى قسمين كالمعتاد. الجائزة الأولى عبر الاتصال الهاتفي المباشر، وقيمة الجائزة $400، وعبر التعليقات في صفحتنا في الفيسبوك، وعبر التعليقات في قناتنا في اليوتيوب. الجائزة قيمتها $350. باستثناء هذا الأسبوع طبعا أخي عبد الرحمن ستكون السحوبات بإذن الله عز وجل يوم الاثنين القادم. سنبدأ الحلقة بإذن الله عز وجل في تمام الساعة 5 حكما. ستنقسم الحلقة إلى نصف ساعة في البداية. ستنقسم الحلقة في النصف الساعة الأولى حلقة كالمعتاد، والنصف الآخر هو السحوبات وإعلان الجائز في إعلان الفائز في هذا الأسبوع. نعم أستاذ عبد الرحمن، نبدأ موضوعنا لهذا اليوم بأبيات شعرية. يقول الشاعر في مطلعها: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابي. ويقول أيضا ابن المقفع، يقول: كل مصحوب ذو هفوات، والكتاب مأمون العثرات. لذلك عبد الرحمن موضوع وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو خير جليس، لتوضيح أهمية الكتب في هذه الحياة. نعم. وسبحان الله نجد عندما نتحدث عن الكتب في الوقت الحالي أصبح الحرص على الكتب هو الشكل الجمالي لها، فتجد أنها تغلف بأجمل الغلافات، وتجد أن الرسومات التي عليها، وتجد سبحان الله عندما تنظر إلى محتوى الكتاب تجده فارغ، يعني يدوب في الصفحة كلمة وكلمتين يعني، والمحتوى يعني لا يليق بهذا الاسم الكتاب. الكتاب طبعا مرتبط بالعلم، وتشعر عندما تذكر اسم الكتاب أو تذكر طلب العلم، يعني الكلمة هذه لها وزنها. فدائما الكتب ليست في شكلها الخارجي، إنما بالمحتوى الداخلي لها والكلام الذي يكتب بداخلها. أيضا أدهان ليست بالمعارف، إنما من باب الاطلاع أو من باب الدراسة أو حتى من زيادة المعرفة أو المهارات. فقراءة الكتب يعني تخليك تستطلع على أمور كثيرة في هذه الحياة وتزيدك من العلم. فجد سبحان الله الذين يقرؤون الكتب تجد عقولهم غير الذي لا يقرأ الكتاب. صحيح. تجده متثقف، تجده لديه اطلاع، حتى من تجد سبحان الله تتناقش معه يتضح لك أن هذا الرجل مطلع على الكتب. صحيح. والآخر تجد سبحان الله غير مطلع على الكتب. صحيح. نعم. وهي سبحان الله يعني العقل كما لو جينا نقارن مثلا الجسم يتغذى على الطعام وعلى الشراب حتى يقوى. إذا هذا الجسم ما غذي لا بالطعام ولا بالشراب لا فائدة منه أبدا. يعني تخيل أمامك جسد، هذا الجسد يعني لا يأكل ولا يشرب،
يعني هذا الجسد يذهب إلى الموت يعني تدريجيا. وكذلك العقل، ما فائدة العقل الذي زرعه الله تعالى فينا إذا لم نغذيه بالعلم ولم نغذيه بقراءة الكتب والتثقف. نعم. والطلب العلمي يا عبد الرحمن سبحان الله يقودنا يا عبد الرحمن وإخواني المتابعين على طول ومباشرة لسيرة الصحابي الشاب الذي سيكون ضيفنا لهذه الحلقة، فهو الذي كان يا عبد الرحمن رأسا في العلم والعمل، مجتهدا في طلب العلم سبحان الله. نعم. ودعنا يعني دامك ذكرت الصحابي دعنا ندخل في سيرته. هذا الصحابي هو من الأنصار، وأيضا كان له ابن اسمه الطفيل، فكان يكنى بأبي الطفيل. نسبه يا أنس يعود إلى بنو النجار، وهو كما ذكرنا من أهل المدينة أي من الأنصار. لو تجد يعني لو تبحث في هذا الصحابي تجد أن أعظم ما قيل فيه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إليه وقال: لقد أمرني المولى عز وجل أن أقرأ الكتاب عليك. فقال الصحابي يعني تعجب، قال: أذكرني باسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ذكرك باسمه. فبكى الصحابي ما تحمل، كيف الله بجلالة قدره وعظمته يذكرني عندك أيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم ذكرك عندي. فبكى الصحابي ولم يتحمل ذلك، وهي تقريبا من أعظم ما قيل في هذا الصحابي. نعم. أيضا من ضمن أشهر القصص له مع النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: لا يهنك العلم أبا المنذر. فسبحان الله عز وجل كان مجدا في طلب العلم، وهذه طبعا من أشهر القصص التي وردت له مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كثير إن شاء الله سنذكرها في هذه الحلقة. نعم. طيب طبعا يعني عندما نأتي في طلب يعني في ذكر الكتب وفي ذكر طلب العلم لا يوجد أعظم ولا أشرف ولا أكبر منزلة من القرآن الكريم. نعم. وصحابينا لهذا اليوم اشتهر بكتابة المصحف وقراءة المصحف أيضا، يعني حتى أنه كان من الأربع الذين جمعوا القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني بالمصادفة أيضا كانوا الأربعة كلهم من أهل المدينة أي من الأنصار. فارتباط الصحابي هذا بالكتاب العظيم ألا وهو القرآن الكريم يجعله أول اسم يتبادر إلى أذهاننا عندما نذكر الكتب، لأنه من أعظم الصحابة الذي تخصص بهذا الكتاب العظيم ألا وهو القرآن الكريم. نعم. أيضا أستاذ عبد الرحمن من ضمن القصص التي اشتهر عنها سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثواب من يعاني من الحمى. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ثواب من يعاني من الحمى، فقال: تجري الحسنات على صاحبها. فدعا: اللهم إني أسألك حمى لا تمنع صاحبها من الخروج في سبيلك. فما مسه أحد قط إلا وجده يعاني من الحمى. سبحان الله. تجد سبحان الله يوم شاف أن الحمى هذه الله عز وجل يعني تجري الحسنات على صاحبها، فدعا لها فقال: اللهم يعني ارزقني حمى لا تمنعني عن الجهاد في سبيلك. فسبحان الله ما مسكه أحد قط إلا ووجده يعاني من الحمى. سبحان الله. نعم. طيب لعل الصحابي بدأ يتضح للسادة المشاهدين، ونستقبل أول اتصال في هذه الحلقة. نقول ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، من معي؟ معك آلاء الإمام من السودان. آلاء الإمام من السودان، حياك الله أختي آلاء. أختي آلاء، هل تعرفتي على صحابي هذا اليوم؟ الصحابي الجليل عامر. الصحابي الجليل عامر بن واسلة. الصحابي الجليل عامر ابن وافلة. هل أنت متأكدة من الإجابة؟ إن شاء الله. طيب جزاك الله خير أختي آلاء على المشاركة، وبإذن الله نتمنى لك دوام التوفيق. طيب دعنا نكمل الحديث حول الصحابي لهذا اليوم، ويعني ننبه للسادة المشاهدين أن لا يستعجلوا في الإجابة حتى نذكر
كامل مناقبه وفضائل هذا الصحابي. طيب، من الألقاب التي لقب بها هذا الصحابي أنه لقب بسيد المسلمين. وأيضا قيل فيه كان معروف بين الصحابة أن من أراد أن يسأل عن القرآن أو أن يسأل عن أي شيء في القرآن فليذهب مباشرة إلى هذا الصحابي الجليل، فكان متخصصا في علوم القرآن، وكان يعني كيف لا وهو الذي كتبه وهو الذي سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الطبيعي أن يكون من أعظم المتخصصين في هذا الكتاب. نعم. الحديث معك شيخ أستاذ عبد الرحمن. اتصال بسيط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل، عرفني من أنت واسمك بالكامل ومن أين تكلمني؟ معاك أخوك أسامة إدريس. الأخ أسامة إدريس، من أين تكلمني أستاذ أسامة؟ والله من تركيا، اسطنبول. من اسطنبول تركيا. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ إيه نعم بإذن الله. تفضل. الصحابي الجليل أبي بن كعب. الصحابي الجليل أبي بن كعب. أسامة من تركيا، نتمنى لك حظا طيبا أسامة بإذن الله عز وجل. وإلى اتصال آخر. حياك الله أخي الفاضل، من معي؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، عرف بنفسك. معك وليد محمد عبد الجليل من السودان. الاسم الأول؟ وليد محمد عبد الجليل وليد من السودان. الأخ وليد، حياك الله أخي وليد. هل تعرفت على الصحابي؟ ايوه نعم، الصحابي الجليل هو عامر بن واثلة الكناني. الصحابي عامر بن واثلة. جزاك الله خير على تواصلك أخي وليد، ونتمنى لك حظا طيبا. إلى اتصال آخر أستاذ عبد الرحمن، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ أهلا ومرحبا بك أخي. اسمك بالكامل ومن أين تكلمني؟ اسمي عبد الله الأهدل. عبد الله من اسطنبول. عبد الله من؟ الأهدل. عبد الله الأهدل. نعم أستاذ عبد الله، هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ إيه الحمد لله تبين لنا، وهو الصحابي الجليل أبي بن كعب. الصحابي الجليل أبي بن كعب. أتمنى لك إن شاء الله حظا طيبا أستاذ عبد الله. طيب أعزائي المشاهدين، ما زلنا نستقبل اتصالاتكم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير كونوا على الموعد ولا تبتعدوا. نلقاكم بإذن الله بعد الفاصل. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نستكمل أخي عبد الرحمن حديثنا عن الصحابي الجليل. سبحان الله عبد الرحمن، قبل الفاصل ذكرت أنه كان يلقب بسيد المسلمين. إضافة على هذا سبحان الله عز وجل كان يختم القرآن كل 8 ليالي. سبحان الله، يعني كل 8 أيام يختم مرة على الأقل، كما أنه كان من أكتب الناس لذلك. اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة الوحي سبحان الله عز وجل. فتجده سبحان الله يعني الله عز وجل وضعه لخير كتاب هو كتاب الله عز وجل. نعم. لعلنا نستقبل أول اتصال بعد الفاصل. حياك الله أخي الفاضل.
أخي الفاضل السلام عليكم، هل تسمعني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. الله يعطيك العافية. الحمد الله لله. يحييك. من معي ومن تكلمني؟ معك عبد العظيم فتح العليم القاضي من تركيا، حياك من الله السودان أخي. لكن في تركيا الآن. ما شاء الله تبارك الله، حياك الله. تنورنا من أي مكان. أخي عبد العظيم، هل تعرفت على الصحابي لهذا اليوم؟ نعم، الصحابي هو سيدنا وسيد القراء وسيد المسلمين أبي بن كعب رضي الله الصحابي عنه. الجليل أبي بن كعب. جزيت خيرا على تواصلك، وبإذن الله نتمنى لك حظا طيبا. الى اتصال اخر نقول السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اهلا ومرحبا بك اخي، اسمك بالكامل ومن اين تكلمني؟ خالد القطب من تركيا. خالد من؟ القطب. خالد القطب، يا مرحبا استاذ خالد. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، الجليل الصحابي الجليل أبا بن كعب رضي الله عنه. الصحابي الجليل أبي بن كعب، نتمنى لك إن شاء الله حظا طيبا أستاذ خالد. اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الفاضل، من معي؟ معك أحمد عبد الكريم. أحمد عبد الكريم، حياك الله أخوي أحمد. الله يحييك ويسعدك. هل تعرفت على الصحابي؟ الصحابي إن شاء الله، نعم إن شاء الله، هو أبي بن كعب الأنصاري. أبي بن كعب. أخوي أحمد تكلمني من وين؟ من الأردن إن شاء الله. من الأردن، حياك الله أخي وحيا الله جميع متابعينا من الأردن. نتمنى لك حظا طيبا، وانتظر يوم الاثنين للسحب الكبير. اتصال آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا أختي الفاضلة، من أين تكلمين واسمك بالكامل؟ أريج محمد من اسطنبول. أريج؟ أيوة. أريج، نعم. من أين تكلمين أختي أريج؟ من اسطنبول. من اسطنبول. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم. تفضل يا أختي الفاضلة. أبي بن كعب. أبي بن كعب، نتمنى لك إن شاء الله حظا طيبا أختي أريج. اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الفاضل، من معي؟ الله يحييك، معك عمار محمد. أخي عمار محمد، حياك الله أخي عمار، من أين تكلمنا؟ أكلمكم من تركيا، الله يسلمكم. من تركيا. هل تعرفت على الصحابي لهذا اليوم؟ نعم، هو الصحابي الجليل أبي بن كعب. الصحابي الجليل أبي بن كعب، شاكرين لك تواصلك أخي عمار. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي عرفني عن اسمك بالكامل ومن أين تكلمنا؟ معك عبد الله عبد العليم من بريطانيا. عبد الله عبد العليم من وين؟ من بريطانيا. من بريطانيا، أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ اي نعم، الصحابي الجليل بإذن الله أبي بن كعب. أبي بن كعب، الاسم عبد الله عبد العليم. ها؟ نتمنى لك حظا طيبا أستاذ عبد الله بإذن الله. اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أختي الفاضلة، من معي؟ اسمي علي جمال. أخوي علي جمال، حياك الله أخوي جمال. أخوي علي، من أين تكلمنا؟ من اسطنبول. من اسطنبول، حياك الله أخوي علي. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ أبي بن كعب رضي الله عنه. الصحابي أبي بن كعب رضي الله عنه، شاكرين لك أخوي علي. اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. يبدو أن الاتصال أخي عبد الرحمن سيعود بعد قليل. لكن ألو، السلام عليكم. عاد الاتصال. وعليكم السلام. أخي اسمك بالكامل ومن أين تكلمني؟ إسلام عطية عدلان، بكلمك من اسطنبول تركيا. إسلام عطية، يا مرحبا أستاذ إسلام، حياك الله. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟
نعم الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه. الصحابي الجليل أبي بن كعب. أتمنى لك حظا طيبا أستاذ إسلام. وإلى ضيف آخر ومشاهد آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الفاضل، من أين تكلمنا ومن معي؟ من السودان، معك محمد مجذوب. حياك الله أخي محمد، هل تعرفت على الصحابي لهذا اليوم؟ نعم الصحابي الجليل أبي بن كعب. الصحابي الجليل أبي ابن كعب. جزاك الله خير أخي محمد على تواصلك، وبإذن الله يحالفك الحظ والفوز بالجائزة. اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا ومرحبا أختي الفاضلة. الاسم ربا وليد. اسمك وليد. اسمك بالكامل ومن أين تكلمني؟ ربا وليد. من السودان. رؤى؟ ربا وليد. هل تبين لك أختي ربا الصحابي لهذا اليوم؟ أبي بن كعب. أبي بن كعب. نتمنى لك إن شاء الله حظا طيبا بإذن الله أختي ربا. إلى اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. حياك الله أخي الفاضل، من معي ومن أين تكلمنا؟ أحمد. أحمد حسن أحمد. أحمد حسن أحمد. حياك الله أخي أحمد. هل تعرفت على الصحابي؟ أيوة أبي بن كعب. الصحابي أبي بن كعب. من وين تكلمنا أخوي أحمد؟ من السودان. من السودان. حياك الله أخوي أحمد، ونتمنى لك حظا طيبا. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ أهلا ومرحبا بك أخي الفاضل. اسمك ومن أين تكلمني؟ أنا أبا بكر عادل من السودان. أبا بكر عادل. الله يحييك أخي أبو بكر. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ إن شاء الله. الصحابي الجليل أبي بن كعب. أبي بن كعب. من أين تكلمنا أخي الفاضل؟ نتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله. نتكلم من السودان. إلى اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي الفاضلة، من معي؟ معك موسى كبيرة من اسطنبول. حياك الله أخي موسى، يا مرحبا. من اسطنبول. أيوة من اسطنبول. حياك الله أخي، وحيا الله جميع متابعينا من اسطنبول. هل تعرفت على الصحابي يا أخي موسى؟ الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه. الصحابي الجليل أبي بن كعب. شاكرين لك أخي موسى، وبإذن الله يحلفك الحظ والفوز بالجائزة. إلى اتصال آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياكم الله. أهلا ومرحبا بك أخي الفاضل. اسمك بالكامل ومن أين تكلمني؟ معك عبد الرحمن عبد الواسع من الرياض. عبد الرحمن عبد الواسع، يا مرحبا. من وين تكلمنا أخي عبد الرحمن؟ من الرياض طبعا. يا مرحبا حياك الله. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ اي نعم، أبي بن كعب رضي الله عنه. أبي بن كعب من الأخ عبد الرحمن. ها؟ نعم نتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله أخ عبد الرحمن. طيب عبد الرحمن، يا أخي أنس، لعلنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نعم. نشكر جميع من شاركنا طوال هذا الأسبوع، ونتمنى الحظ أن يحالف الجميع، وبإذن الله الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ ويشبك معهم الخط إن شاء الله بإذن الله قدامنا 3 أسابيع. نعم. ختاما يا أخي أنس، يقول الشاعر: هم صفوة الأقوام فاعرف قدرهم، وعلى هداهم يا موفق فاقتدي. بذلوا النفوس وأرخصوا أموالهم في نصرة الإسلام دون تردد. لعلنا وصلنا لهذه الحلقة يا أخي أنس، ونذكر السادة المشاهدين أنه سوف يكون بإذن الله هناك غدا لن يكون هناك حلقة بسبب ظروف حظر التجوال، وبإذن الله إن شاء الله سوف يكون السحب يوم الاثنين القادم الساعة 5 إلى الساعة 5:30، وبإذن الله حلقة يوم الاثنين سوف تبدأ في وقتها من الساعة 5:30 إلى الساعة 6. جزيتم خيرا،
وإلى لقاء قريب نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان. إننا قوم